لا أضحى لكم هذا العام، ولا هدي ولا ذبائح، فالبلد احتياطه من الحيوانات بات في خطر. قرار أفحم به ملك المغرب رعيته، ووقع كالصاعقة على رعاة المملكة ومواليها ممن رزقهم بين أرجل أغنامهم في كل مناسبة عيد أضحى، ونحرهم القرار ذاك من الوريد إلى الوريد. وإن كان العاهل المغربي قد عطل في نظر أغلب ساكنة البلاد شعيرة من شعائر الله، فقد فعلها والده من قبل مرات ثلاث. ومن أظلم ممن منع شعائر الله أن تقام؟ يصيح مؤمن مغربي طحن قرار ملك البلاد كبده بإلغاء سنة نبي الله إبراهيم. صحيح أن الحفاظ على ثروات البلدان تستوجب قرارات تاريخية، لكن أن تصدر مثل القرارات تلك تحت ذرائع ومبررات تفندها أطنان من الضأن تنحر على مدار العام للمطاعم والحفلات الصاخبة وعلى موائد المترفين، فتلكم طامة كبرى. قرار الرباط الذي يعتبره المغاربة قبل غيرهم انتهاكا غير مبرر وصارخا لشعيرة من شعائر دينهم لن يكون الأخير في نظرهم.